بتحس إن الأوضة بتلف بيك فجأة أول ما تقوم من السرير؟ دوخة شديدة بتخليك تمسك في أي حاجة قدامك كأنك في دوامة، بس الغريب إنها بتاخد ثواني وتختفي. لو ده بيحصل لك ما تخافش، المشكلة غالبا ولا في ضغطك ولا في مخك. النهاردة دخلت عليا الصيدلية الأستاذة مريم، شابة عندها 32 سنة، ماسكة راسها وماشية تسند على الرفوف. بتقولي بصوت مرعوب: يا دكتور رفعت الحقلي، إيه ده؟ أنا كل ما الأوضة ألف راسي بتلف بيا فجأة بسرعة أواجي أوي، أنام مش وأقوم قادرة أفتح عيني. أحس إن الدنيا بتلف بيا، أغمض عيني ألاقي الدنيا لسه بتلف بس بتقعد ثواني وتختفي. أنا خايفة يكون عندي ورم ولا جلطة. قعدتها وبدأت أسألها الكام سؤال بتوعنا اللي بيفكوا الشفرة. يا أستاذة مريم، الدخة دي معاها طنين أو تصفير في الودن أو حس إن سمعك ضعف؟ قالت لي لا خالص يا دكتور. سألتها: طب بيحصل لك إغماء أو بتفقدي الوعي؟ قالت لي لا، هي دخة بس لما بغير وضع راسي وبتروح بسرعة. هنا ابتسمت وقلت لها: اطمني يا بنتي، انت ما عندكيش حاجة خطيرة، انت عندك حالة اسمها دوار الوضعية الحميد أو BPPV، ودي أشهر سبب للدخة في العالم. بصت لي باستغراب فشرحت لها ببساطة: ربنا خلق جوه ودننا الداخلية قنوات دقيقة جدا مسؤولة عن التوازن. القنوات دي جواها سائل وفي بلورات أو حصوات صغيرة زي حبات الرمل بالظبط، دي اللي بتعرف المخ انت نايمة ولا واقفة ولا بتلف يمين وشمال. اللي حصل معاكي إن شوية من البلورات دي سابت مكانها الأساسي واتحركت ودخلت في قناة تانية غلط، فلما بتيجي تلفي راسك على المخدة البلورات دي بتتحرك وتبعت إشارات غلط للمخ إنك بتلفي بسرعة جدا، فالمخ يتلخبط وتحسي بالدوامة دي. سألتني بلهفة: طب العلاج إيه يا دكتور؟ أدوية إيه اللي هتدوب الحصوات دي؟ قلت لها: المفاجأة إنك مش محتاجة أدوية أصلا، الأدوية زي الميكليزين بنديها بس لو في غثيان شديد أو ترجيع. علاجك الحقيقي عبارة عن تمرين حركي بسيط جدا اسمه إبلي مانوفر. الدكتور بيخليكي تنامي بوضعية معينة ويلف راسك بزوايا معينة كأنه بيلعب متاهة عشان نرجع الحصوات دي لمكانها الصح في الودن عن طريق الجاذبية، ومجرد ما ترجع الدوخة بتختفي بنسبة 80% من أول جلسة. وفعلا وجهتها لدكتور أنف وأذن، عمل لها اختبار بسيط على السرير اسمه ديكس هال بايك، اتأكد منه وعملها التمرين في العيادة. والنهاردة عدت عليا الصيدلية بتدعي لي وتقول لي: أنا رجعت أنام وأقوم براحتي والدنيا سبتت يا دكتور. دوخة الودن علاجها أبسط مما تتخيل، بس محتاجة تشخيص صح بدل ما تاخد أدوية عمال على بطال. لو بتجيلك دوخة وعايز تفهم أسبابها وتعرف التمارين اللي بتعالجها، اكتب كلمة اتزان في الكومنتات، أنا هقولك تتصرف إزاي وتعمل إيه. خلصت حكاية النهاردة، بس حكاية العلم ما بتخلصش. أنا دكتور رفعت، استنوني في الحكاية الجاية، لأن ورا كل دواء حكاية.